اقسم بالله اللي بيحصل ده قمه العبث. والبيان اللي ورايا اللي تم اصداره من منظمين بطوله الكينجز ليج اكتر حاجه بتدل عن العبث وعدم وجود اي عدل او شفافيه في البطوله دي بجنيه. ايه يا عم ده انت اللي بتقول كده؟ مش الفريق المصري بتاع تيربو نتاهل؟ عايز ايه تاني؟ عايز اقول اولا ان انا صانع محتوى، ثانيا ان ما بني على باطل فهو باطل. وتعالى سمعك القصه من البدايه لحد اخر حاجه انا وانت عارفينها. شايف واحد جايب من الاجانب اللي جايب من مش عارف طيران، انا هلعب بفريق مصر، انا داخل فريق مصر. وانا شعبويه. الياس انت هتلعب من المغرب. لا انا مع صديقي سونغ ولو يجيب الفريق كله من اجنبي انا مع صديقي سونغ. انت خايف تجيب من المغرب؟ لا انا جميع معظم لاعبيني من المغرب باستثناء حارس المرمى اللي من كوت ديفوار. حبيبي نورت يا سونغ. طب يا عم انت ايه مشكلتك برضه؟ مش فاهمين. ما تربنوا اي حد تاني لو كان عايز يجيب اجانب ما كان جاب يا عم، وحد منعه؟ برضه دي مش انا اللي هرد عليك فيها، خليك تسمع بنفسك. بس قبل ما اسمعك، يا دي منافسه ولا احنا داخلين جمعيه؟ ايه جو صديقي شونج وانا مع صديقي شونج واللي هيعمله هعمل زيه؟ ما علينا. اني هو نفس الشخص اللي قاعد يقول لك شعبيه يعني لازم تبقى من ولاد البلد. اسمع بقى الكلام اللي جاي ده. الحمد لله. بس اشوف الياس زعلان تاكل حاله. الياس ليش زعلان؟ الياس كيف حاسس حالك عليه؟ لا شوف الياس زعلان. الياس انا زعلان حبيبي سونغ. انا زعلان لانهم اتفقنا على 3 أجانب في الفريق. ايوه انا جايب بس 3 أجانب، باقيين كلهم انت جايب الفريق كله. سمعت يا ابويا؟ اتفقنا على 3 أجانب. مش عارف مين اتفقنا برضو، يعني المفروض يبقى في قوانين ونظام والناس كلها تمشي عليها، لكن ده الكلام اللي دار قبل البطولة. فبسم الله الرحمن الرحيم، البداية أصلا أنفير، يعني غير عادلة، لكن الحمد لله ولاد بلدك برضو أدوا وتأهلوا بفضل الله، هم تعبهم مش بفضل حد تاني، خلي بالك من دي. لكن برضو أنا مش طالع أتكلم عن الفريق المصري، أنا الغرض من الفيديو ده كله الظلم اللي تعرض له فريق ماهيركو الأردني، بإن بترتيب الجدول ده بفرق الأهداف في حالة فوز ماهيركو على طربون، كان المفروض طربون وماهيركو هما اللي يتأهلوا عشان قبل الجولة الثالثة والأخيرة اللي هيتحسم فيها الصعود يجي صديق شونج ويقدم اعتراض رسمي. ما كانش رسمي قوي عشان هو نزله في ستوري، قال انا اهدد بالانسحاب امام فريق شونج عدم وجود المساواة بين الفرق. وهذا لماذا؟ لان مباراة صديق شونج وشونج تتلعب قبل مباراة ماهيركو وتيربو، ومن الممكن وجود تآمر عشان زي ما قلت لك حالة فوز ماهيركو على تيربو زي اللي حصل المفروض ماهيركو يتأهل. لك ان تتخيل ان قانون بطولة كامل اتغير قبل اخر جولة بيومين بس عشان الياس صديق شونج اعترض، قال له خلاص يا الياس ما تزعلش وتعادلتوا في النقط، تلعبوا شوت اوت او ضربات الجزاء اللي احنا شفناها. بص بقى الحته العبثيه اللي جايه دي، الياس حضر نفسه للشوت اوت وراح يتعاقد مع لاعبين جداد، البطوله شغاله اجانب متخصصين في الشوت اوت في البطوله ديت. هو الواد ابو قصه اللي اسمه فيجو والواد التاني ده. تقول لي هو طب ينفع؟ انا ذات نفسي سالت السؤال ده، وركز معايا في اللي جاي ده قوي، عشان بعيدا ان اللاعب اللي جاب ضربه الجزاء الاخيره لفريق الياس المغربي هو لاعب من اللاعبين اللي لسه متعاقد معاهم في الجوله الثالثه وجاب ضربه الجزاء الاخيره وكسبوا. وبكده يبقى عرفنا الفريقين اللي هيلعبوا عبسي وفواز في ربع النهائي، وهو تيربو والياس، عشان يطلع ماهيركو بعدها لطريقه الياس صديق شونج يقدم اعتراض. ايوه بيصيح يعني عشان خسر وكده. في الواقع لا، اني مش عايز اصدمك، هو ماهيركو ما خسرش. تعبيط يا عم انت ولا انت مش لسه قايل ان اللاعب ده جاب اخر ضربه جزاء والياس كسب وماهيركو خسر؟ مشكلتك انك متسرع، عشان قانون الشوت اوت ان كل فريق من الثلاثه هيشوط 10 ركلات، الفرقتين اللي يجيبوا 5 اهداف هيتاهلوا الربع النهائي. تربون شاط 10 وجبنا 5 وتاهلنا، الياس شاط 10 وجاب 5. بس في واحد هنا هيتجنن عشان يعتبر خسران وهو اساسا شايط 9 كور بس، ما شاطش ال10. يعني حرفيا فريق الياس قبل 5 تجوان عمل زيطه وجري يحتفل، قال يعني في الزحمه محدش هياخد باله، والغريبه ان محدش خد باله فعلا. نرجع بقى للبيان اللي شكلك نسيته، ده اصلا نزل ليه؟ ملخص البيان ده ان منظمين البطوله بيعترفوا ان هم غلطوا في الشوت اوت، ان الياس اتاهل بالغلط على حساب ماهيركو اللي انت بتقول عليه بيصيح. اعتراضه كان
كان في محله، وفعلا هم شاطوا 9 بس، وكان من حقهم يشوطوا ال10. يعني كده الياس وماهركو هيرجعوا يلعبوا الشوط اوت من جديد. انت عبيط يا حبيبي، انت هتقارن الياس صديق شونج ماهركو؟ مفيش اعاده ولا حاجه، احنا ناقصين وجع الدماغ ده. نفس البيان اللي قال ان ماهركو ليه حق هو نفس البيان اللي قال اطلع بره ماهركو. قول له انت ليك حق بس انت عملت اثناء المباراه تصرفات كده بذيئه، قعدت تقول هنسحب ومش عارف ايه، وعملت قلق يعني، فدي تصرفات تهين البطوله، وبناء عليه تم اعتبارك منسحب والياس هو المتاهل مكانك. طب يا ابويا ما الحكم ما صفرش؟ كلنا شفنا قال له هترجع الملعب باللعيبه ولا اعلن انسحابك، ورجعوا كملوا المباراه. ولا انتم مأجرين الملعب بالساعه ولا ايه؟ مش فاهم. وعلى كده ده الحكم خد نص ساعه عقبال ما ياكد ضربه الجزاء بتاعت فريق تربون. بعد كل ده انت شايف ان البطوله دي فيها عدل 1%؟ انت شفت وليك القرار. الحمد لله في الحالتين كده فريق تربون المصري كان هيتأهل، بس انا ببني لك كل ده ليه؟ عشان لو شفت حاجه مع اخواتك الايام اللي جايه ما تستغربش. عشان احب اقول لك لو مش عارف ان يوم الثلاث اللي هو بكره هيتلعب ربع النهائي ونص النهائي الاثنين في نفس اليوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفرقتين اللي هيكسبوا من الماتشين دول بعدها بساعه واحده بس هيلعبوا قصاد الفرقتين اللي بيمثلوا السعوديه. زي ما انت شايف الفريقين اللي بيمثلوا السعوديه مش هيلعبوا قصاد بعض، مثلا الفرقتين اللي يتأهلوا من ربع النهائي يلعبوا قصاد بعض في نص النهائي، بحيث ان الفرقتين اصلا مجهدين، يبقى الموضوع فير وكده يعني. ولكن مش ده اللي هيحصل. انا عن نفسي بقول لك نسبة 80-90% النهائي سعودي، واي حاجة هتحصل غير كده دي لو حصلت هتبقى حرفيا معجزة. عرفت ليه بقى قلت لك في اول الفيديو